نحن اليوم في تيزنيت نحتفل بمهرجان كبير يعتبر من بين الأحداث الكبرى في المدينة، وهو مهرجان كرنفالي معشر. وبطبيعة الحال هذا الطقس يعتبر من الطقوس الاحتفالية التي تميز المشهد الثقافي والتراثي لمدينة تيزنيت. أن يبقى هذا الطقس تبقى هذه الفرجة ميزة تميز المشهد الثقافي والتراثي لمدينة تيزنيت. وبطبيعة الحال هذه الفرجة معشر تشكل تراثا كبيرا نفتخر به بشكل كبير، لأنه بطبيعة الحال يجسد نوعا من الطقوس التي ورثناها عن الأجداد، والتي ما زالت تقاوم بطبيعة الحال عوائد الزمن. وهذا الطقس بطبيعة الحال يجسد الحياة اليومية، الحياة الزراعية بشكل أو بآخر، من خلال شخوصات حيوانية وإنسية تجسد إلى حد ما الدورة الزراعية ثم الحياة اليومية من خلال الشخوص التنكرية التي تحرص على أن تتنكر من خلال أقنعة عندها رمزية بطبيعة الحال. وهذه الأقنعة تجسد إلى حد ما الشخوص المشهورة في المجتمع التيزنيتي. وبطبيعة الحال الأساس ديال فرجة معشر هو ذلك الخطاب التهكمي اللي فيه سخرية أكثر للمجتمع، للفعاليات التي تكون المجتمع التيزنيتي. ثم مسألة أخرى وهي مهمة في هذه الفرجة، وهي مسألة ديال التعايش والتسامح بين المسلمين واليهود، لأنه كما تعرفون بين الشخوصات المهمة في هذا الطقس هناك أوداي ثم سميحة وغيرها من الطقوس التي ربما في هذيك اللكنة اليهودية تجسد ذلك التعايش بين المسلمين واليهود. إذا إجمالا نتمنى صديقين أن يرتقي هذا المهرجان وهذا الكرنفال إلى مصاف المهرجانات الكبرى في المدينة، لأنه واحد الطقس الذي نحتفي به في مدينة تيزنيت، وهذه ربما حالة فريدة في المغرب. ونتمنى صديقين أن تصنف هذه الفرجة وهذا الطقس ضمن التراث الوطني، ولما لا كتراث دولي في عام قريب إن شاء الله.